ترى مباراة الشرقية الافتتاحية اليوم أمام نادي الجزيرة؟ الحمد لله طبعا بداية موفقة جدا لفريق الشرقية بعد ما احنا عملنا مجهود كبير وعددنا فريق قوي جدا جاهز للصعود ان شاء الله للممتاز ألف، لان احنا الموسم اللي فات خدنا الخطوة الأولى وهي الصعود لدورة الترقي، لكن ان شاء الله السنة دي هنحقق الخطوة الثانية وهي الوصول للممتاز، لان احنا عاملين فريق على أعلى مستوى وفريق كويس جدا، والحمد لله النتيجة النهارده ب4 أهداف مقابل لا شيء، النتيجة موفقة جدا وبداية قوية جدا للنادي الشرقية ان شاء الله. ايه الدعم المادي اللي بتقدمه اللعيبة للحوافز لاستمرار الانتصار؟ الحمد لله يمكن من احد انديه مصر اللي قبل ما يبدا الموسم جميع اللعيبه واخدين مستحقاتهم، وبعض اللعيبه اللي كان عندهم ظروف اجتماعيه او ظروف خاصه برضه صرفنا لهم كل اللي هم طلبوه، فجميع المستحقات الماليه بعد ما احنا رفعنا عروض الشرقيه بنسبه 50% عن الموسم الماضي، صفقه طبعا كبيره جدا، لان رفعنا اللعيبه كبار ويستاهلوا كل متطلبات الفريق هو واخدها قبل ما ينزل مباراه النهارده، وده دافع نفسي ومعنوي لهم قوي جدا. هتقول لي لعيبتك ايه بعد ما تمشي بقول لهم دي البداية طبعا، ولكن لا لسه احنا دي بروفا للمباريات القادمة، ونستمر الفريق بنفس القوة ان شاء الله، لان احنا ملناش غير هدف واحد باذن الله نسعى عليه هو الصعود للممتاز ألف، مزيد من القوة مزيد من الانتصارات، احنا ان شاء الله هيكون اللعب على ملعب الشرقية او خارج ملعب الشرقية بنفس القوة، لان احنا عندنا اللعيبة اللي قاعدة على الدكة هي نفس مستوى اللعيبة اللي دخلوا الستيل الاخضر، والنهارده شفنا كده بعد ال3 تغييرات اللي عملهم كابتن ميمي فريد، وشفنا فعلا اللعيبه اللي بتنزل هي نفس المستوى، والحمد لله لاول مره في كل مركز موجود في نادي الشرقيه في فريق الشرقيه في اكتر من لاعب واثنين وثلاثه، ودي الحمد لله شيء كويس جدا يأهلنا ان احنا نصعد للممتاز ألف ان شاء الله. شكرا.